فرق ما يفهمي كل زمان ناشكي وداني طوب زمان ناشكي وداني طوب زمان كسنا لكل دمرن كسنا لكل دمرن كل جندبن جندبن بتاجبي على قدام جندبن بتاجبي على قدام هم خوردن رنگ کورو شورشی سردکن کنادیان مدارشان سردکن کنادیان مدارشان کسنه بکل دمرن کسنه بکل دمرن کل جندبن جندبه بتاجبی آلا کدام جندبه بتاجبی آلا کدام هم خوردن مریو کی مسلمین دینیمان و پادیمان هر اجتمان دینیمان و پادیمان کرد و کردستان کسنه لکل دنلرن کسنه لکل دنلرن کل جندبن جندبه بتاجبی آلا کردان جندبه بتاجبی آلا کردان لاوی کرد را کوی سرفی و شیران بابا کوی نشیدکن تاجی جیهان بابا کوی نشیدکن تاجی جیهان کسنه بکل دمرن کسنه بکل دمرن کل جندبن جندبه بتاجبی آلا کردان جندبه بتاجبی آلا کردان خوردنون تب حاضر و آمادنه جان فدانه جان فدا هر جان فدا جان فدانه جان فدا هر جان فدا أهلا بكم أعزائي متابعات ومتابعين 5 تي في في حلقة جديدة من برنامجنا من الهجرة بكل قساوتها إلى اللجوء وبدايات جديدة، فسبل لكيفية التعايش السلمي والاندماج، أوجه مختلفة لحقيقة النفس البشرية وقدرتها على التأقلم والتعايش. أسئلة كثيرة يتم طرحها. ما هي السبل لإيجاد مشتركات ثقافية؟ هل من عوامل سيكولوجية تحول دون عملية الاندماج؟ الطلاق، العنف الأسري، حق الوصاية وغيرها الكثير من المواضيع نناقشها مع ضيفي حلقتي لهذه الليلة، لكن بعد فاصل صغير. نتابع معا فيديو قصير. هذا هو الدرب الشاق الذي يسلكه عادة الهاربون من الحرب في سوريا قاصدين ألمانيا. طرق طويلة قد تختلف قليلا على البعض لكنها حتما مضنية، وفي نهاية المطاف يصلون بتفوتي لجوا في مترجم عربي جوا بيعبي لك استمارة اللجوء تبعك وبيقول لك انتظري برا ليطلع رقمك على الشاشة والله أعلم بقالي يوم يومين. رحت على مرتي بدي أصيحها عم بقول لها تركي لي هالولد بدنا نعيش انا وياه، عم بتقول لي لا انا بدي اياه، ضربتها بسكينه. الطلاق برايك هون باوروبا بين لاجئين سوريين؟ اسباب الطلاق هون اكثر شيء انه مثلا كان بسوريا فقط، طلعوا لهون صار في حياه جديده، كل شيء صار جديد هون، صارت المرأة تعيش حالها وكل شيء يعني بتعتمد على حالها، صار خلص ما عاد في داعي. صار الزوج يطلع يعمل حاله، يطلع مثلا يقعد مثلا بدولة أوروبية أو بتركيا ويبلش يعمل أوراق لما شمل. الزوجة عم تنطر سنة.
روج باش ناوي من آزاد نجارة شاركة بمنا لين شوبينج بيا وشاركة جامعية الويري زمان السويدي مخان ونفسي كاتيجي من معادلة شهادة كلية طب كان صالة نوتون هيدا سبيكر أسكار بروجكتا شيكرنا دلي دسكت البيري درستكي أول جي جرك نمونا شوي دل اصطناعي هنا البيجي تجربة سرتت كينو تطويرت كينو ناوي معادلة از جقام شلومن تقريبا 4 سالي نزل ألمانيا وكاري منها في ديزاين وتصميم خياطي وتشتغل يعني جاردي كاري خو بردوام كر قبل سال تقريبا بذكر باجار كير هناوزن وانا جي من البوخمه مذكر سري صالح بداية اسمحوا لي أن أرحب بضيفي حلقتنا لهذه الليلة، المحامي والاستشاري في قضايا اللجوء الأستاذ جلال أمين، ومراسل قناة الحرة الصحفي الأستاذ مكسيم العيسى. بداية نبدأ الحديث مع حضرتك أستاذ جلال. بحسب خبرة حضرتك القانونية والحياتية والمهنية بشكل عام ما بين اللجوء سابقا واليوم، هل تغيرت ظروف اللاجئ أو المغتربين نحو الأفضل بحسب رأيك وقناعة حضرتك؟ وتفضل. مساء الخير، بحييكي بحيي ضيفي ضيفك صديقي مكسيم، بحيي بايف تي في. طبعا الظروف اختلفت تمام من ناحيه الانفاق على اللاجئين، يعني لحد سنه 2014 تقريبا كانت الدوله مسؤوله عن الدراسه لمستوى البي اينس، وكانت البيتس فاي صعب جدا تحصيلها. حاليا يتم دفع مبالغ باهظه حتى الشخص يستطيع ان يتعلم مهنه جديده او يتابع دراساته، مثلا يعمل نوع من الفايتر بيلدونج او الهومشولونج، طبعا اللي هو بالمانيا بيتفهم هي نوع من التدريب المهني او التطوير. سابقا انا بذكر يعني الناس ضل 7 أو 8 سنوات في الهايمات يا يجيها اقامه او لا. هذا طبعا اكثر حظ هو بصادف اخذهم السوريين طبعا، ومحسودين للاسف نحن حتى من السوريين القديمين انه الاجي الجدد كان ظروفهم افضل بكثير. دعم بشكل غريب، منظمات، جمعيات بتساعد اللاجئين بالترجمات، بالمرافقات، بكل شيء. اعتقد الوضع اختلف تمام عن السابق. نعم. هل من قوانين جديدة يعني تم تحديثها بالنسبة لللاجئ؟ هل من أمور جديدة طرأت على الساحة يعني هيئت المجال إنه بشكل عام يكون الوضع أفضل والمعطيات تكون أفضل؟ طبعا في قوانين كانت إيجابية وفي قوانين كانت سلبية. يعني مثلا قانون اللجوء اللي كان حاصل على اللجوء 3 سنوات كان يأخذ الإقامة المفتوحة أوتوماتيك مجرد تنتهي 3 سنوات. هذا القانون تم توقيفه بنيسان 2016. صار الحصول على الإقامة الدائمة أصعب شوي. ولكن بالمقابل موضوع الحصول لك على تمويل كبير بيصل ل 25 ل 30 ألف لكل شخص إذا كان بده يتابع الدراسات مثلا. طلعت قوانين خاصة ببعض المهن الغير موجودة بألمانيا كالحلويات العربية. الناس اللي وصلت لعمر معين، مثال الحلاقين مثلا اللي عمره 46 مو مضطر يمارس يعمل أوسبيلدونج، يعمل تدريب مهني جديد. في كتير قوانين دعمتهم ليكونوا منتجين. قوانين ثانية صدرت أظن تم تطويرها بمجال أمور الجنسية، بأمور العمل، تسجيل العمل الحر. هذول كلها اختلفت كثير. ألمانيا دولة قانون بتغير، يعني كل سنة في نسخة جديدة من قانون الإقامات، قانون اللجوء، قانون العمل، دائما في عندها تغيير وكثير فلكسيبل أو مرنة في التعامل مع المعطيات الجديدة. أنا بعتقد يعني الموضوع نحو الأفضل، ولكن لازم اللاجئ نفسه كمان يكون ملتزم بهذا القانون.
لحتى يصير بعدين الموضوع اللي نحكي فيه ما بعد موضوع الاندماج. نعم. صوت الأستاذ جلال غير مسموع بعتقد. الو، انا من عندي مفتوح. خلينا ننتقل للأستاذ ماكسيم. أستاذ ماكسيم، بداية برحب بحضرتك، وحابة نتوقف معك على المفهوم الاندماج من وجهة نظر ماكسيم العيسى كشخص مغترب، كشخص يعني تهتم بأمور اللجوء واللاجئين، وضمن ذلك حابة أنك تتوقف على دور منظمات المجتمع المدني. وهل لمنظمات المجتمع المدني الكردية دور في موضوع الاندماج؟ تفضل. مساء الخير لك وللي عم يسمعونا وبيتابعونا. شكرا لقناة بيف تي في على الاستضافة، وأكيد تحياتي لصديقي الأستاذ المحامي جلال أمين ولكل الموجودين معنا وللكادر اللي عم بيشتغل اليوم على الإخراج وعلى نقل وبث الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي. بالبداية بحب نوه أني أنا بتحدث الآن بصفتي الشخصية كصحفي وليس باسم أي مؤسسة أعمل فيها حاليا أو ما هنالك. أنا بتحدث بصفتي كصحفي. النقطة اللي بدي أحكي عنها على موضوع الاندماج. الواحد للوهلة الأولى ممكن يفهم أن الاندماج هو يعني أنه الواحد يفهم سياسة البلد ونقطة انتهى، أو يتعلم لغة ونقطة انتهى. لا، فقط الاندماج بيشمل كافة جوانب الحياة. جوانب أنك الواحد لما ينتقل على بلد جديد يحس ويعرف أنه مو بس هو جسده موجود بهي البلد اللي هي بلاد المهجر وروحه متعلقة ببلده الأم. شيء جميل انه الانسان يضل ولا بلده الام بباله، بيحاول يعمل شيء، يقدم شيء لاهله لناسه لبلده لحتى لقضاياه العادله، لكن لازم يعي تماما انه هو الان بمكان اخر. هذا المكان بيفرض عليه قانون جديد، بيفرض عليه حياه جديده، اساليب جديده في الحياه، مفاهيم جديده، مجتمع جديد، عادات جديده، تقاليد جديده. ما بيعني انه يتخلى عن عاداته او تقاليده، ولكن يحاول يفهم انه كيف يقدر يعيش بهذا المجتمع الجديد، المجتمع المضيف اللي هو صار جزء منه عمليا. اليوم نحن مثلا على سبيل المثال عم نعيش في دولة ألمانيا، جمهورية ألمانيا الاتحادية، لها قوانينها، لها أحزابها السياسية وسياستها، ولها يعني تفاصيل الحياة والمجتمع تختلف يعني عن مجتمعاتنا الشرقية. فلازم يحاول قدر المستطاع الإنسان يخلق حالة يقدر يندمج فيها بهذا المجتمع، بالحياة السياسية نفرض، بالحياة الاجتماعية، بأي شيء وفق ما هو قادر يعني. بس لكن لازم يعرف انه هو طالما عم بيعيش بهي البلد لازم يلتزم بقوانينها، يلتزم بقدر المستطاع بالاشياء او الخطوط اللي لازم يلتزم فيها، وهي القانون على سبيل المثال بالدرجة الأولى. أما ما تبقى قضايا المعتقدات والدين والعبادة والقصص هو حر، يعني بإمكانه بكل حرية يمارس يعني عقيدته أو إيمانه أو أي شيء أو قناعاته السياسية، حتى هو حر بهذا البلد، لكن لازم يكون تحت سقف القانون والدستور الألماني اللي هو بيطبق على الكل. بالنسبة لدور منظمات المجتمع المدني الكردية اللي حكيتي عنها، أنا راح أكون شوي ما راح أكون يعني إنه والله أجامل أو كمان بنفس الوقت إنه أجلد، لكن في تقصير كثير كبير بالنسبة للجالية الكردية نفسها. يعني المنظمات الموجودة على الساحة الكردية في ألمانيا أو عموم أوروبا ضعيفة جدا للأسف. يعني منظمات المجتمع المدني الكردية أو السورية أو حتى تابعة لشعوب تانية ولا قوميات تانية أغلبها ضعيف، أغلبها بتعاني من الانقسام، أغلبها لساتها أسيرة الأحزاب السياسية والميراث السياسي اللي جابته معها من الداخل لهون. قليل ما بنلاقي منظمات نجحت، قليل ما بنلاقي منظمات بتفكر بخارج أطر القومية الضيقة أو الدين أو المعتقدات الضيقة، بتفكر بالمهاجر كمهاجر. اليوم الدولة اللي هي
انت عايشه فيها سواء سويسرا ولا المانيا ولا بتنظر للمهاجر على انه مهاجر، ما بتقول انه هذا مهاجر عربي ولا تركي ولا كردي ولا المهاجر مهاجر بنظرها، اللاجئ لاجئ بنظرها، وبالتالي القانون المفروض على المهاجرين واللاجئين المفروض على الكل بغض النظر عن انتماءاتهم القوميه او الدينيه. ولهيك انا بشوف في تقصير كثير كبير من منظمات المجتمع المدني اللي ما بعرف اذا قسم كبير منها بينطبق عليها مفهوم منظمه مجتمع مدني ولا لا، لكن في بعض المؤسسات قدرت انه تنجح، قدرت انه تاسس شيء جامع. حتى انا بتعجبني جدا مثلا تجربه جمعيه آفاق بمدينه مونستر. جمعيه آفاق فيها اكراد وفيها عرب وفيها بوسنيين وفيها تشتغل شغل جيد جدا بالنسبه للاجئين في مدينه مونستر على سبيل المثال، في مركز ياسا بمدينه بون على سبيل المثال، من المنظمات الجيده اللي قدرت تقدم شيء منيح للجاليات الموجوده عندها، مو بس للاكراد فقط، يعني للجميع. كمان في النرويج والدنمارك والسويد، وفي كثير مؤسسات ومنظمات قدرت انه بالفعل تكون منظمات مجتمع مدني وتساهم بدمج جالياتها على الاقل بالمجتمعات المضيفه اللي هن هلا موجودين فيها. ننتقل شكرا مقسم. ننتقل للاستاذ جلال. استاذ جلال، من خلال اطلاعي على صفحه حضرتك القانونيه لاحظت انك بتسلط الضوء على مواضيع، على امور على جوانب حياتيه وامور قانونيه كثيره تهم اللاجئين والمغتربين بشكل عام. حسب وجهة نظر حضرتك، ماذا يتوجه، ما هي الأمور وما هي البنود التي يتوجب على المغترب أو اللاجئ الإلمام بها قبل القيام بأي خطوة؟ عندنا معاناة، يعني عندنا مصيبة كبيرة، هو عدم وجود الثقافة القانونية لدى الشعب الشرقي ككل. يعني ما بنذكر بس العرب والكرد والأتراك وغيرهم. يعني الشعب الألماني شعب قارئ، الشعب الأوروبي بشكل عام قارئ، وكل يوم بيقرأ جريدته بيعرف شو في قوانين جديدة. نحن اتكاليين كتير ننتظر شخص يطلع على التيك توك أو على اليوتيوب يشرح لنا شغلة وما بنتقبل وما بنستوعب الفكر. المشكلة ما عندنا ثقافة قانونية. المشاكل اللي عم بيقعوا فيها اللاجئين ممكن كان يتجنبوها باستشارة صغيرة. أول إشكال تقع فيه قانونيا هو إشكالك اللغوي. يعني أكثر الإشكالات، يمكن مكسيم مطلع تمام، الناس تتورط بعقود مداها 2 لدفع أقساط لموبايل أو شبكة إنترنت بسبب جهل باللغة، بسبب كلمة بهاتف مجرد، لأن العقود بألمانيا عن طريق الهاتف تجوز، وشركات طبعا بتستغل هالأمور. عندنا الإشكال الثاني الإشكال الجزائي. القانون الجزائي قانون كتير مطاط بألمانيا. يعني ممكن من الحبة تصير قبة وبالعكس تماما. الأمور اللي بشوفها الإنسان الشرقي بسيطة تلاقي بتكبر معه، والشغلات الكبيرة اللي بشوفها بقضية. يعني بشوف السجن أحيانا 5 نجوم، شوفوا فندق. يعني في ضعف بالثقافة القانونية. نجي على الإشكال الإداري بالتعامل مع الدوائر، من خاصة دوائر. أنت سألتي عن أهم المشاكل، مشاكل الأطفال، أخذ الأطفال من العائلات أولا، ثانيا الانفصال والعنف ضد المرأة. العنت بالتعامل مع الدائرة بالعقلية كأنه عم بتعامل مع دائرة سورية أو دائرة لبنانية أو عراقية. والبحث عن مفتاح للرشاوي لحد الآن بدور يا أستاذ في حدا بتعرفه هيك ولا هيك مثلا، بدور على شيء. لا زالت عقليته الشرقية سنوات، 7 سنين 8 سنين. هذا المقصود الحكى فيه صديقي مكسيم، الاندماج، انك تتفهم انك في دولة مو كل شيء فيه الرشوة مثل ما انت تعودت، مو كل شيء فيه المجتمع الذكوري، مو كل شيء فيه انك تضرب كفين لولدك وما حدا يسأل عنك، تجي الساعة 1 بالليل مع اولادك بالشوارع انه ما حد الماني، انك تضرب سيارة وتهرب، تعمل حادث وتهرب، تزور ورقة. يعني انا راح احكي امثلة غريبة. بطاقة اللي بيطلع فيها بالاوبان بيزور الرقم عليه مشان 27 يورو تجي مخالفة. التكرار، عندي حالة مرقت معي، اخذ 100 يوم مخالفة، تأجلت جنسيته 5 سنوات. شيء لو في علم بهذا. وانا كثير احيانا بقنوات يعني السوشيال ميديا كل انسان اكثر من 90 يوم انحكم 5 سنوات ما بيطلع له لحكم عليه، بتدمر انت حياتك وحواليك كرمال مبلغ صغير.
في تقصير مثل ما حكى من الجاليات انه بالقيام بورشوبات للتوعيه القانونيه، التثقيف القانوني. حتى الكتب اللي عم تطلع ما عم تنقرا. يعني اللاجئ للاسف بده بالقطاره تفتح الجمجمه تحط له المعلومه، ما بيتعب حاله بالقراءات، ما بيتعب بالمتابعات، بس تجي المصيبه بروح بسال عليها. طيب قبل ما تجيك المصيبه المفروض تسال انا اذا عملت هيك شو بيصير، اذا ما عملت شو بيصير. ناس فقدت اطفالها باخطاء غريبه. ما بعرف اذا هلا بدنا نحكي عن موضوع الانفصال او ممكن نحكي فيه بشكل مفصل استاذ جلال اذا بتريد. اوكي كمان. ننتقل للاستاذ مكسيم. استاذ مكسيم، ما الذي تقترحه لتطوير وضع الاندماج اكثر، مع حفاظ كل طرف على خصوصيته؟ مثل ما قلت بالاول انه الاندماج بيشمل كافه تفاصيل الحياه. يعني اليوم بدوله مثل المانيا على وجه الخصوص باعتبار انا مقيم فيها، وخاصه وبشكل عام الدول الاوروبيه جميعا، انا بشوف نقطه التثقيف السياسي جدا. يعني لا يمكن انك تعيشي ببلد، ونحن طبعا عانينا من موضوع السياسه لانه ما كان في حياه سياسيه. الانظمه القمعيه اللي كانت ولساتها عم تحكم المناطق اللي نحن جايين منها، ما في مجال ممارسه السياسه بحريه، وانه يحس الواحد انه بالفعل في قانون عصري للاحزاب، وفي ممارسه للسياسه بكافه مستوياتها. اليوم نحن في دول بيقدر الواحد يلاقي فيها فرصه انه اذا حتى ما انخرط في المجال السياسي فيه، على الاقل يتثقف سياسيا، واذا ما حابب يتثقف سياسيا على الاقل ياخذ فكره انه هالبلد كيف ماشيه، سياسه هالبلد كيف، احزابها كيف بتفكر بالنسبه لي كلاجئ او كمهاجر. انا شو موقعي بالمجتمع هون، نظره المجتمع كيف لي، نظره السياسيين والاحزاب كيف لي، مين الاحزاب المؤيده لي، مين الاحزاب الرافضه لي، ليش بترفضني، كيف بدي اوصلها انا فكره انه انا انسان مثلي مثلهم، ما بفرق عنهم شيء، عانيت من القمع والظلم ببلدي لهيك انا التجأت لهذا البلد، وقادر اني اكون كمان منتج في هذا البلد. انا برايي انه الاندماج يعني هو مفهوم طبعا حتى اجى متاخر بالنسبه لدوله مثل المانيا، و يعني لحد هلا عم يلاقوا في صعوبه بانه ينجحوا مشروع الاندماج للشكل المطلوب او الشكل المرجو. ولحد هلا دائما في سنويا بالمانيا المؤتمر العام للاندماج بيصير برئاسه المستشاره انجيلا ميركل هون، بيحطوا خطط، ولكن لسه في العقليه الاوروبيه اللي ما لسه بتتقبل اللاجئ، وبنفس الوقت في التقصير الكبير من اللاجئ نفسه او المهاجر نفسه اللي عم يعمل يعني يقوي حاجز انه الواحد يتجاوز هذا الحاجز ويندمج بالمجتمع اللي هو فيه. وبالتالي انا برايي انه الانسان بيبدا من نفسه، من عائلته، سواء كان بعائله او شخص، خاصه الجيل الشاب يلي هو اجى بعمر صغير لهون، اجى بده يكمل دراسته مثلا او بده يشتغل، او قادر هذا الشاب الصغير انه او الشاب الصبيه يعني انها تنتج، قادر انها تتعلم اللغه. انا بيحزنني جدا لما بشوف صبيه او شاب عمره 20 سنه وقاعد له سنتين ما متعلم اللغه مثلا، محزن جدا هذا الكلام. فلذلك نحن بنحتاج لتوعيه سياسيه، نحن بنحتاج لتوعيه بكافه مجالات الحياه هون بالمانيا، عبر المنظمات، منظمات المجتمع المدني، عبر الشخصيات اللي هي مهاجره من اصول مهاجره قديمه هون، وسائل الاعلام، الصحافه الالمانيه الناطقه بلغاتنا، سواء لغه عربيه او كرديه او لغات ثانيه. في كثير طرق انه الانسان هون ياخذ المعلومات من مصادر مختلفه ويتثقف بالجوانب السياسيه بالمانيا او بدول ثانيه، بالجوانب القانونيه، بثقافه هذا المجتمع، عاداته وتقاليده، اكله وشربه، كيف بيتعامل، كيف بيحكي، كيف بيطلب شغله، يعني كثير قصص. وممكن انه الانسان بالمره الاولى او بالمره الثانيه او الرابعه حتى والخامسه يلاقي صعوبه بالتواصل مع المجتمع الجديد اللي هن الالمان او النرويجيين او الفرنسيين او هيك، ولكن دائما لازم الانسان يسعى ليبني علاقات وصداقات مع هدول الناس ليكسب منهم، يفيد ويستفيد. هن كمان حابين يتعرفوا عليك، يتعرفوا على عاداتك، على تقاليدك، وهن بيحترموا جدا انه لما الانسان يكون ملتزم بعاداته وتقاليده ومبادئه. ولكن
برجع بقول هون في شيء اسمه قانون، سقف القانون، الدستور، الكل لازم يلتزم فيه. وانا بتصوري المجتمعات الاوروبيه كاتبه دساتيرها ومصدقه على دساتيرها ومصوته على دساتيرها بشكل مدروس جدا. يعني اول عباره بالدستور الالماني كرامه الانسان لا تمس. يعني هاي العباره لحالها كافيه ان الانسان يدافع عن اي حق من حقوقه في هذه الدول. باعتقادك أستاذ مكسيم على الجيل الجديد الانخراط بالحياة السياسية يتوجب عليه فعل ذلك؟ لا، مو قصة يتوجب بقدر ما انه الرغبة. يعني في مثلا في مثلا كثير صبايا وشباب بيتواصلوا معي او مع احد بعض الاصدقاء اللي هيك يعني نوعا ما عندهم اطلاع على السياسة الألمانية على سبيل المثال او سياسة الاتحاد الأوروبي. امر جيد انه يكون في نطلع من اطار طلبه الطب انه كل حدا بالعيله لازم يصير طبيب، لا نطلع من هذا الاطار، لازم يكون عندنا مهندسين ومثقفين وكتاب وصحفيين وسياسيين وبيدرسوا علوم سياسيه ومنتجي افلام وسينما وديزاين واللي بدك اياه حتى موديل. يعني بس جميل جدا انه نلاقي صبايا وشباب حابين ينتسبوا للاحزاب الالمانيه او الاحزاب الاوروبيه، حابين يتثقفوا سياسيا ويتعمقوا بموضوع التثقيف السياسي. اليوم في مؤسسات جيده جدا في المانيا وضخمه وهائله وانتاجها كبير جدا، ممكن الجيل الشاب يستفيد منها. بذكر انا مؤسسه الاس في بي اللي هي مؤسسه الامن والسياسه الالمانيه اللي بتعمل تقارير امنيه هامه لوزاره الخارجيه الالمانيه، وعلى هذا الاساس بتبني الخارجيه الالمانيه كثير من سياساتها الخارجيه على سياساتها على هذه التقارير. وكمان عندك بوندسسنترالين في بوليتيشن بيلدونج اللي هي مؤسسه التثقيف السياسي في المانيا، كمان عندها منشورات وكتبها كمان رخيصه، بامكان اي شاب وصبيه انهم يقتنوا هاي الكتب ويحاولوا يتقربوا من هاي المنظمات ويستفيدوا منها. بالاضافه اليوم الاحزاب الالمانيه ابوابها مفتوحه، ليس بالضروره ان ينتسب الشخص الى اي حزب الماني، بامكانك كاي شخص عادي تروحي وتعرفي عن نفسك وتقولي انه انا حابه احضر اجتماعاتكم وافهم شو عم تحكوا. ببساطه بتقعد الاجتماع بدون اي مشكله وبتسمعي. وبالتالي الشرط الاول لنجاح الاندماج، الشرط الاول للتثقيف السياسي ولكل مفاصل الحياه في هي البلد في جميع البلدان الاوروبيه وفي اي بلد غريب هو شرط اللغه. اللغه اهم نقطه بحياه اي مهاجر وين ما راح. بالضبط. خلينا ننتقل للاستاذ جلال. أستاذ جلال، ظاهرة شغلت الكثيرين في الفترة الأخيرة وتوقف عند الكثيرين صراحة، اللي هي ظاهرة الطلاق. هل كانت هذه الظاهرة لأجل ممارسة حرية أحد الطرفين أم كانت تصفية حسابات وتراكمات قديمة أم استقرار الوضع الاقتصادي أم غياب الرادع الاجتماعي التقليدي؟ ما هو برأيكم سبب زيادة نسبة الطلاق بين المهاجرين في الفترة الأخيرة؟ أنا بعتقد الموضوع فيه مبالغة كتير. أنا اشتغلت كتير بالقضاء الشرعي في سوريا. أنا آخر سنة طلعت فيه بسوريا بال2012 كان رقم الدعوة 13,000 دعوة في حلب فقط. إذا عملنا نصهم زواج نصهم طلاق. إذا نحن اعتبرنا أي علاقة بين شخصين بيباتوا مع بعض وبينجبوا أطفال وبيتركوا بعض بدون عقد زواج طلاق، فكل نسبة الأوروبيين مطلقين أكثر من السوريين. يعني ما في إنسان أوروبي إلا عاش علاقة مع إنسانة مرتين وثلاثة والأخير ما بيتزوجوا. فليش نعتبر هذا الطلاق هذا غير طلاق؟ عقد الطلاق هو الإشكال الأول. الشغلة الإشكال الآخر اللي يعني أنا ما بعتبره نسبة كبيرة، بس النسبة السوريين كثار، والسوريين هن فضحوا بعض يعني بالإعلام، والرجال بدأت بهجمة على المطلقات بشكل كبير. هذا الكلام غير صحيح. أولا نقول ليش المرأة ما تتحمل المجتمع الذكوري. المركز الاقتصادي والحالة الاجتماعية اختلفت تمام. يعني كثير نساء لو كان في النظام الألماني بسوريا كانت طلقت. المجتمع الذكوري عم بيفرض حاله بسبب الإنفاق، بسبب انه هو، وهذا شيء مو بين المرأة والرجل، بين 3 أخوة ببيت واحد.
المنفق هو اللي بيقرر بين الدول. المانيا بتتحكم باليونان لان هي اللي عم تنفق. موضوع الاقتصاد صارت المراه ما تتحمل العقليه الذكوريه، ما انه هي منتجه مثله. وهنا قاعدين بوش بعض على فكره. يعني احد الاسباب انه ببلادنا الرجل عم يشتغل برا وبيلتقي بزوجته 4-5 ساعات، هون 24 ساعه بوجه بعض. يعني انتجت مشاكل كبيره، خلافات على المبالغ تصل للاولاد وغيرها. وموضوع الاجتماعي يعني اولا كان موضوع الطلاق عيب، يعني ولا زال بالشرق عيب تطلق يا بنتي. يعني ما كان في زواج قسري، ولكن كان في استمراريه قسريه للزواج. يعني بتتزوجي بحريتك، بس عيب تطلقي يا بنتي. واذا اتطلقتي وين بدك تروحي لبيت اخوك تصيري عالة على فلان. هون الدوله عم تسند للمراه. طبعا هذا من ناحيه اذا نقول المجتمع الذكوري وعقليه الذكوريه سبب. في كمان خطا على المراه، انه المراه بدها بغمضه عين زوجها يصير كارل هانز رومانيغا، يصير الماني بحت خلال 2-3. كمان صعب على الرجل اللي عاش ببيئه شرقيه، هو السيد وبكل وبدها تتقبل. يعني كان في كمان نحكي عن التثقيف القانوني والوعي، انك انت لازم تتقبل انه هي شريكه، ما عاد عندك افضليه، ما انت ولي نعمته، ما انت اللي عم بتعيشها. صرتوا بمساواه، الاثنين عم يشتغل، الاثنين نفس الشيء. وبالتالي المركز الاقتصادي، الوضع الاجتماعي كان اسبابه كثيره، بس انا ما بعتبر انه حاله ظاهره كبيره بالمقارنه بالمجتمع الاوروبي. بس نحن بنكبر الامور كثير نعم اكثر من اللازم. نعم، باعتقادك استاذ جلال انه تراكمات الماضي من سلطه ذكوريه، من دور الدين اللي لعبوا في التحكم بالمصائر، من مواضيع كثيره يعني كانت بتصير بمجتمعاتنا والى اليوم. يعني ما لعبت كمان دور كبير بهذا الموضوع هذا، انه المراه وصلت لحد تقول وصلنا لدرجة أنه بكفي، لازم نحط نقاط على الحروف ونعطي شوية حق أكثر للسيدات بالمطالبة بحقوقهم، وأنه ما نحملهم مسؤولية أنه لازم لسه كمان يتحملوا العقلية الذكورية ويتحملوا ذلك الشخص اللي إجا من الشرق بأفكاره من مجتمع ذكوري 100%، بكل تلك التراكمات، بكل تلك العقلية والثقافة الشرقية. أنه المرأة في يومنا هذا، في عصرنا هذا، في ظل هذه الظروف والتطورات، أنه تجي كمان تقول لازم أقعد أتحمل هاي الظروف لبين ما يتأقلم هذا الرجل الشرقي مع هذه العقلية. شو بتجاوب حضرتك؟ ما انا بالاساس حكيت لك، قلت لك في كان استمراريه قسريه، ما كان في زواج قسري. استمراريه قسريه يعني بسبب مجبره تستمر، مجبره، لان هي بدها تتطلق، وفي ضغوط وفي ضرب وفي عنف وفي تقصير وفي اهانات، هذا كله كان موجود. ولكن رح اقول لك ملاحظه جديده، نسبه الطلاق في سوريا بين الشخصين الموظفين كانت اكثر بالمقارنه مع الناس اذا الرجل موظف والمراه ست بيت. تغير المركز الاقتصادي للمرأة في سوريا، كان يؤثر على الطلاق أكثر، كانت النسبة أكبر، لأن هي ما عاد تتقبل رجل عم تشارك معه بالحياة الاقتصادية، وخارج البيت جوا البيت يكون هو السيد وهي ست البيت. هدول التراكمات اللي حكيتي عنهم كان لابد تطلع. وفي ناس حكت بشكل سلبي إنه شو ما عرفت جوزها إلا هلأ بعد 20 سنة أو بعد 15 سنة. لا، هي عارفة زوجها، بس ما صح لها تخلص من الواقع الاجتماعي والاقتصادي اللي وصلت له. ما في شيء قسري. الغريب انه الرجل ما عم يتقبل الفكره. يا اخي امراه ما عاد فيك تعيش معك، كيف فيك تعيش معها انت؟ كيف تتقبل تعيش معها غصب عنها يعني؟ الا اذا انت اكل هم المصاريف اللي حطيتها لما جبتها عن طريق البحر، او المبلغ اللي دفعته للمهرب. وهذا اللي شفته في بعض الحالات اللي الموضوع كان مادي بحت، الخلاف مادي بحت، انه انا صرفت على هالمرأة فغشتني. هذا غير هيك. اعتقد الطلاق حاله عاديه، ما هي حاله يعني اذا قبل 1400 سنه كان الطلاق مشرع، يعني اذا دينيا محلل، ليش اجتماعيا مكروه؟ ما بعرف. السبب اخر، انا احيانا الطلاق حل لعدم اخذ الاولاد، لاني دائما اذا الاثنين مختلفين وكل يوم قتال وصراخ والناس جابت لهم البوليس مره مرتين رح ياخذوا الاولاد. دائره رعايه القاصرين بتاخذ الاولاد. يعني لاعطي مثال صغير كثير مهم للناس المستمعين. امراه
تعرضت للعنف وجابت البوليس لزوجها وقالوا لها هذا الشخص ما بتستقبليه. بعد اسبوعين رجعت استقبلته، رجع ضربها، جابت البوليس اخذوا له الاولاد، قالوا لها انت قبلتي شخص بيمارس العنف معك، دخلي البيت مره ثانيه. بالضبط. طيب استاذ جلال، يعني برايك شو هي السبل لنتفادى ازدياد هذه الحالات انه الطرفين يقدروا يتقبلوا الفكره هاي؟ اعتقد الموضوع بده تثقيف اكثر للرجل اكثر من المراه. الرجل اللي ما بيتقبل وجود شريك في البيت، يعني شريك بالقرار، شريك بكل شيء، صعبه عليه. انا بعرفها ما هي سهله، يعني الموضوع مو سهل انك تطلع من بيئه لبيئه تفقد كل صلاحياتك، انك انت قاعد وتقول له جيبي لي كاسه المي، هي شوي صعبه يتقبلها بسهوله. الموضوع اما بده يتقبل، يا اما انا بشوف بعض العائلات بنصحهم بالمسافه، يعني ابتعدوا عن بعض شهر شهرين اثناء الخلاف، ابتعدوا فتره، يا اما بتقرروا ترجعوا، يا اما اذا بدكم تتركوا الود. انا موضوع الطلاق ما كثير بياخذ حيز من اهتمامي على قد نتائج الطلاق بالنسبه للاولاد. قليلات العائلات اللي صار بيناتهم طلاق ضلوا يحافظوا على الاولاد، صاروا الاولاد اداه وسلاح ضد الاخر. يعني حتى هذا سببت بعض الجرائم اللي ما تمت بسبب الطلاق، تمت بسبب حرمان الاب او الام من الاطفال. ليش بتفوتوا هالاطفال بيناتكم؟ ما بعرف. خلاف على الكيندرجارتن، يعني تصوروا مشان واحد ما ياخذ نفقه عم بيجيب الولد ياخذ نص حضانته ويحطه عند امه او عند اخته بس مشان النفقه. شيء غريب، عقليه غريبه انه ضحيتها دائما الاولاد. اكيد. اللي حابب يعني ينفصل، طلعوا الاولاد عن هالدائره ولا تحرموا الاولاد لا من اب ولا من اب، يعني يكونوا حياديين بهالموضوع هذا وعدم استخدامهم كسلاح. بالضبط. كنت حابه اسمع وجهه نظر الاستاذ مكسيم ايضا في هذا الموضوع، اذا حابب تضيف شيء استاذ مكسيم. انا ما بحب اضيف شيء على هذا الموضوع لانه هو من اختصاص الاستاذ جلال، وبظن هو طيب كفايه عن هذا. خلينا ننتقل معك لموضوع ثاني استاذ مكسيم. كاعلامي انت بتشوف انه هل يتم تشجيع الاعلام باللغات الام للاجئين، وانه هل هناك مجال لدعم برامج بلغتنا في الاعلام الالماني كما يتم الاهتمام بغير اللغات؟ مثل ما قلت انه بالبدايه موضوع الاندماج بيشمل كافه مناحي الحياه في دول مثل الدول الاوروبيه وخاصه المانيا. مع قدوم موجه اللجوء بسنه 2015 ووصول كم كبير من اللاجئين الى المانيا تجاوز النصف مليون بدفعه واحده، ونحن هلا عندنا رقم بيقول انه بلغ عدد السوريين فقط في المانيا حاليا حوالي اكثر من 800 الف سوري مع المجنسين طبعا او اللي بيحملوا الجنسيه الالمانيه، وبالتالي هذا عدد كبير. أن الاندماج دخل في كافه مناحي الحياه، شفنا منظمات جديده، شفنا المنظمات القديمه اللي ما كانت فاعله، اقصد المنظمات الالمانيه، يعني منظمات المجتمع المدني الالماني اللي ما كانت نشيطه كثير او فاعله كثير، تنشطت مع قدوم الكم الهائل الكبير من اللاجئين السوريين والافغان والايرانيين وغيرهم والاكراد طبعا. وكمان خلقت فرص عمل هائله حتى المهاجرين اللي كانوا من فتره طويله بهي الدول، والالمان والاوروبيين اللي كانوا عم يدوروا على فرص عمل، انخلق لهم فرص عمل بهذا المجال. بالنسبه للاعلام كمان في محاولات جيده بالنسبه للاعلام المحلي، انا بقصد بالمانيا باكثر من ولايه المانيه، باكثر من مدينه المانيه، في كثير راديوهات محليه، صحف محليه فتحوا المجال للاجئين ولاجئات سوريات من اللي بيشتغلوا في الاعلام، كانوا بسوريا عم بيدرسوا اعلام او بالعراق او بدول ثانيه او باقليم كردستان او بعموم كردستان، يعني من اللي اجوا خلال هاي الفتره اعطوهم مجال انهم يعني يشتغلوا ولو ان كان شغل جزئي وليس شغل كامل، يعني انهم يشتغلوا بهذا المجال. بذكر تجربه مثلا مؤسسه او موقع امل برلين اللي هو مقره ببرلين بدعم من الكنيسه هون، عم بينشروا موادهم باللغه الالمانيه وباللغه العربيه وباللغه الفارسيه.
بذكر كمان البرنامج اللي بيقدمه تلفزيون VDR اللي بيقدمه زميلي الأستاذ فلاح الياس عن قوانين اللجوء وآخر نقاط اللجوء والإصدارات الجديدة لقوانين اللجوء باللغتين العربية والفارسية، وزميله بامداد إسماعيلي يبث باللغة الفارسية والألمانية. ممكن نقول إنه في كتير تجارب جيدة يعني ممكن واحد يستفيد منها. موقع دوتشي فيلي ناطق بالعربي، مواقع كتير يعني سواء بدعم ذاتي او بدعم من الحكومه الالمانيه، ولو انه يعني الاهتمام بالجانب الاعلامي قليل. في كثير صحفيين عم بيكتبوا مقالات باللغه العربيه وتنشر هذه المقالات مترجمه من قبل مترجمين محلفين بصحف كبيره مثل فرانكفورت الجيمان سايتونغ، شبيغل، تاغس شبيغل، فيلت. وكمان في كثير تجارب براديوهات محليه، شباب وصبايا سوريات وسوريين اكراد وغير اكراد اشتغلوا وما زالوا بيشتغلوا فيها. وكمان في بعض التجارب الجيده اللي يعني ممكن الواحد يعتبرها انه كويسه، انه يكون في مثلا بفتره من الفترات كان في مجله اسمها اعتقد وصن الزيتون او هيك شيء ببون، كانت عم بينتجوها بلغتين بالكردي وبالعربي، وبظن كان فيها كمان الماني. ففي تجارب جيده. في مثل ما قلت لك جمعيه افاق عندهم راديو هلا بيبث باللغه الكرديه وبالعربي وبعده لغات. ومجموعه من التجارب اللي لاقت الدعم من الحكومات الولايات او من البلديات او من الحكومات المحليه. هذا اللي فيني اضيفه على موضوع انه الحكومه الالمانيه وحكومات اوروبا بتساهم بدعم الاعلاميين او الصحفيين، لكن هي بضل هو مجال قليل جدا، قليل الدعم للاسف يعني بالمقارنه بمجالات ثانيه. كنت حابة أشارك بعض الأسئلة من المتابعين. أيضا في عنا الأستاذ شيار عم بيقول اللاجئين بحاجة ماسة للتوعية بهذا المجال، وهذا يقع على الحقوقيين والصحفيين بتقديم المعلومات المفيدة للمواطنين، وعلى المؤسسات الدولية دعم هذه الجهود لإدماج الناس أكثر. شو بتجاوب على هذا على وجهة النظر هاي أستاذ ماكسيم؟ صحيح، كلام دقيق من زميلي شيار. يعني بالتأكيد مثل ما قلت لك عندنا كم هائل وكبير جدا من الصحفيين والصحفيات والحقوقيات والحقوقيين يلي بيحتاجوا دعم، ولكن يعني بيقع على عاتق الإعلاميات والإعلاميين أو حتى الحقوقيات والحقوقيين إن هن كمان يتحركوا. لا يمكن إنه أنا ألاقي دعم وأنا ما متعلم لغة ألمانية أو لغة البلد، لا يمكن إني أنا أتلقى دعم وأنا ما بعرف أتواصل مع موعد ابدا. ولا الواحد لازم يخجل لما الواحد بيكون جديد، بيحاول اول شيء يشوف المدخل للحياه بهاي البلدان. المدخل هو اللغه. انا اذا ما مكنت حالي من اللغه ما في، انا اعمى اطرش ابكم، ما فيني اعمل اي شيء. لذلك اتجاوز بالدرجه الاولى شرط اللغه، وبعدين اشوف وين العلاقات اللي ممكن توصلني لمبتغاي اللي انا بدي اياه. راح احكي على تجربه زميلي صديقي الاستاذ جلال. يعني الاستاذ جلال اول ما تعرفت عليه اجى وكان كمان مثل كل الناس قاعد بكامب وما كان يعرف لغه المانيه. خلال فتره منيحه قدر يتجاوز مشكله اللغه الالمانيه، ولما سال انه بده يشتغل كمحامي قالوا له صعب جدا لانك لازم تدرس القانون الالماني من جديد وتدرس تتقدم 51 ماده، وهذا امر صعب جدا. فشاف مجال اقرب لمجاله يلي هو وسيط الاندماج والترجمه، دراسه سنه ونص. أنا لما كنت شوف جلال بهي الفترة كان شكله تماما يشبه شكل طالب بكالوريا من كثر التعب والدراسة والإرهاق. يعني عم بحكي لك تجربة حية أستاذة أنت والحضور. وقدر يتجاوز هاي النقطة وقدر يعمل بمساعدة زميل محامي ألماني إضافة لقاموسه الثلاثي اللي هو قاموس خاص بالمصطلحات القانونية والإدارية بالألماني وبالكردي وبالعربي، وبعد منها قدر يعمل كتاب مهم جدا هلا ممكن يحكي عنه اللي هو دليل القانون للاجئين في المانيا. هاي احدى التجارب اللي الواحد يقول انا هاي تجربه نجاح، تجربه ناجحه بالاندماج. عندي قصص كثير، في عندي صديقات واصدقاء قدروا انهم يتعبوا خلال فتره قصيره 4 سنوات 5 سنوات من الوصول حتى
لمجالس الاندماج، اذكر الصديقه والزميله رودي علي، اذكر الصديق جيان عمر يلي هو هلا مرشحنا لبرلمان ولايه برلين. عندنا كثير اصدقاء وصديقات قدروا انهم يقدموا كثير شغلات ظريفه وممتازه بالمجتمع. هون في عندي صديق مهندس اسمه ماهر دعبول شامي دمشقي، قدر يحصل على العلامه الكامله بمشروع الماستر في الهندسه المعماريه بجامعه هانوفر. يعني في تجارب جميله، لازم الواحد يشوف هاي التجارب ليصير عنده دافع ليتشجع ويقدر يحاول كمان يوصل لمبتغاه اللي هو حابه اللي هو قادر يبدع فيه. خلينا ننتقل للاستاذ جلال. استاذ جلال، قبل ما ننتقل ل الدليل القانوني اللي يتحدث عنه الاستاذ ماكسيم، كنت حابه ننهي موضوع الطلاق بسؤال اخير. هل يؤثر الطلاق على موضوع لم الشمل بالنسبه للاجئين؟ طبعا اذا كانت يعني جايين لم شمل وتم الطلاق قبل 3 سنوات، اكيد يتم تخيير الطرف الثاني اما بتقديم اللجوء او بالعوده، او اذا كانت فعلا محققه شروط لغويه معينه او شايفه عمل كاستثناء. اذا تجاوزت 3 سنوات، طبعا اذا ما في اطفال بهالحاله، تجاوزت 3 سنوات بيمددوا لها سنه في البدايه وبشوفوا امكانياتها على العمل والاندماج. اذا في اطفال فما بتتاثر، لاني رح تاخذ اقامه الاطفال الا اذا كانت محرومه من حق الحضانه او حق الإراءة، وهذا شيء نادر جدا بالمانيا. وبالتالي يفضل اذا كانت جنسيتها من الجنسيات اللي تحصل على اللجوء كالجنسيه السوريه، فاول ما بتوصل المانيا او اول ما بيوصل خلال اسبوعين يقدموا اللجوء، فبيحصلوا على اللجوء اللي اخذه الزوج او الزوجه. اذا بعد فتره قدموا اللجوء، طبعا ما في شيء بيمنع، ولكن بقى بيعتمد على استجوابها، اما بتاخذ لجوء او حمايه. طبعا هذا بيأثر مو بس على الطلاق، حتى الجايين عن طريق اطفالهم. اذا الطفل تجاوز 18 سنه جايب امه وابوه، كمان راح يتم تخييرهم ما بين انكم تقدموا لجوء او تكونوا عم تشتغلوا او ترجعوا. ايوه، حلو كثير. طيب، في موضوع ثاني استاذ جلال، حابه نوقف عليه بشكل يعني نركز عليه، لأن موضوع صراحة يؤرق كثير من اللاجئين. موضوع أخذ الأطفال اللي بيكون بدعوى قضائية نتيجة ممارسة العنف، أو نتيجة عدم الإنفاق الكافي على الأطفال، أو نتيجة عدم كفاءة أولياء الأمور الأهل. ما هو الضمان للاجئ أو المغترب للحفاظ على أسرته في ظل كل هذه القوانين وكل هذه، فينا نقول بين قوسين، هذه المراقبة القانونية على الأسر؟ القانون الألماني دائما بيقول das Kindeswohl، رفاهية الطفل تجي بالدرجة الأولى، لا بيهمهم الأب ولا الأم. إذا بشوفوا رفاهية الطفل موجودة عند عائلة ألمانية، بسلموا الطفل للعائلة الألمانية. أولا العنف الجسدي والعنف اللفظي الموجود بالبيت، هذا أول إشكال بيعاني منه الوافد الجديد، واللي مجرد أحد الأطراف يخبر البوليس، هي نقطة كتير سلبية بوجود أطفال صغار، كتير سلبية. فالأفضل أول شيء تجنب الخلافات. ثانيا لازم كمان نرجع لنقطة التسخيف القانوني. تعرف أنه في وقت لازم الأطفال يكونوا نايمين فيه، في وقت أطفال ما لازم يكونوا خارج البيت، في أوقات الأطفال لازم يكون تحت حمايتك. أنا راح أذكر حالة صغيرة، أنه طفلة كان عمرها 6 شهور، أخذوها على المشفى وسألوا الأم شو بها البنت، قال ما بعرف. فطلع في البنت وعانة والأم خافت تحكي، أخذوا الطفلة 6 شهور منها، قال لازم تقولي أنا بعرف بنتي وقعت مني، لازم تكوني صريحة، وقعت من السرير طبيعي، بس ما بتعرفي بنتك شو فيها. عم بعطي أمثلة مشان الناس تعرف تمام. لازم تكون كثير شفافين بالتعامل مع اليوغنت أمت. اليوغنت أمت لها سلطة كثير قوية، في المحكمة العائلية تلغي قراراتها، ولكن بتاخذ وقت، خصوصا إذا كانوا الأطفال رضع، في مشكلة كبيرة. موضوع العنف اللفظي، العنف الجسدي، ترك الأطفال، الحضانة في القانون الألماني ما بتسقط بسهولة إلا إذا كان في إدمان على المخدرات، أو إذا كان في تحرش من قبل الكبار بالصغار، وهذا بتصير أحيانا يعني. موضوع شوي حساس ما بنحكي فيه. هالحالات بتسقط الحضانة، ولكن
موضوع اخذ الاطفال اوسع جدا، اوسع بكثير. يعني حاله انه مره المانيه شافت امراه بالباص الساعه 12 بالليل ومعها طفله، خبرت اليوغنتامت واخذوا الاطفال لفتره طويله. نعم. انه كيف بنتك عمرها 3 سنوات 12 بالليل شو عم تساوي معك بباص النقل الداخلي اللي عم تنتقل فيه؟ بالضبط. الموضوع لابد من الاهل يكونوا حذرين، ما في داعي. يعني ليش قلت احيانا الانفصال بيكون للحفاظ على الاطفال؟ اذا كل يوم راح تكونوا تضربوا بعض تشتموا بعض والناس تجيب لكم البوليس، لا، انفصلوا وراعوا الاطفال او راعوهم مع بعض، ربوا الاطفال مع بعض، مو شرط تكونوا ببيت واحد. نعم. لكن استاذ جلال، كيف يمكن لعقليه شرقيه تقبل هذا الشيء؟ بعد الصدمه بتقبل الشيء، بعد الصدمه. يعني في ناس بعد ما بياخذوا الاطفال بقول خلص شو بدكم بنساوي، بس بيكون يعني بده يحطوا لهم وحده بالبيت او موظفه من اليوغنتامت تراقبهم كل اسبوع، تكتب تقرير، يكون اللي هرب اللي ضرب واللي هرب. المفروض بالاصل يعرف انه انت ما فيك تعيش بهدوء بسلام، اترك الاطفال يعيشوا بسلام. هذا قانون ما بتتقبله، شيء عايد لك. انا ما بقول لك غصبا عنك لازم، انت جاي على دوله بدك مثل اخي مكسيم حكى في دستور بدك تلتزم فيه. ما بتتقبل المثلي، ما بتتقبل المرأة، ما بتتقبل المتحولين، هذا مشكلة عندك. يا بتتقبل القانون يا بترجع، ما انك مضطر. المانيا ما بتقول لك غصبا عنك ضل، بس اذا ضليت غصبا عنك تحترم القانون. ما عم بتقول لك تقبله وتصير عانق الانسان المتحول، بس عم بقول لك ما بصير تشتمه، ما بصير تسبه، ما بصير تحكي على لون اخر، ما بصير على، يعني هذا بيطبق على الالمان قبلنا. قانون معاداة العنصرية بيطبق على الالماني قبلنا. صحيح في عنصرية وهذا ما بنحكي مو مجاله، ولكن بيطبق عليهم وعلينا. والمنظمات اللي عم تقاوم العنصريه وتحاربها هي منظمات المانيه اكثر منها، اكثر من المنظمات الشرقيه المؤسسه. شكرا استاذ جلال. خلينا ننتقل للاستاذ مكسيم. استاذ مكسيم، في عندنا هون سؤال من الاستاذ لحظه، من الاستاذ خليل قادر، فناننا التشكيلي. عم بيقول أعيش في ألمانيا منذ 30 عاما وأحمل جنسيتها. سؤالي: البعض من وسائل الإعلام الألمانية رسخت الصورة النمطية عن اللاجئ، مما أدى إلى خلق نوع من الكراهية تجاه اللاجئين. شو تعقيب حضرتك على هذا الشيء؟ طبعا السؤال له تتمة. بعتذر السؤال مش عم بيطلع كامل عندي، إذا باستطاعتك أستاذ مكسيم تقرأ كله بيكون. نعم، أنا قرأت سؤال وتعليق الأستاذ خليل قادر، ووجه له تحية عبر هذا المنبر. تحياتي لك أستاذ خليل، وبتمنى تكون بصحة جيدة. طبعا كلام الأستاذ خليل في جانب كبير من الدقة والصحة. نحن لازم نعرف ونقر ونعترف، ولازم الألمان كمان إنه خلص يقروا يعترفوا إنه في مشكلة عنصرية بهذا البلد. يعني مثل ما بيقولوا بالألماني es gibt ein Rassismusproblem in diesem Land. يعني في دراسة بتقول إنه تقريبا 25% من الألمان يحملون أفكار نازية. هذا موجود بالتاريخ الألماني، يعني بحكم الحالة السياسية اللي كانوا عم بيعيشوها الألمان لفترة طويلة. يعني. ومنيح انه الالمان قدروا يتجاوزوا كثير قصص عنصريه وكثير قصص من هذاك الزمن الكارثي في تاريخ جمهوريه المان الاتحاديه، واللي الاستاذ خليل كمان بيعرفها. واكيد لما اجت موجه كبيره من اللاجئين ب 2015 على المانيا، ساهمت كثير وسائل اعلام اعطاء صوره سيئه عن اللاجئين، واستفاد منها الحزب البديل لاجل المانيا الAfD، ولهذا السبب كسب شعبيه كبيره واستغل نقاط الضعف وملل الناس من نشاط الاحزاب الكبيره والتكرار بحكم المانيا من قبل الحزبين الكبار. يعني التحالف الكبير بين الاشتراكيين والمحافظين هو تحالف غير منطقي في العرف السياسي الالماني. كلنا بنعرف بالمانيا انه التحالف عادة ما بصير بين المحافظين والليبراليين في حال بدهم يشكلوا حكومة، أو بين الأحزاب الاشتراكية اللي هن الاشتراكيين والخضر واليساريين. أما أنه الحزبين المختلفين الرئيسيين يعملوا تحالف لمدى 8 سنوات، فهي حالة غير متجانسة عند الألمان وغير منطقية، وبالتالي ملوا حتى من الوجوه
اللي بتطلع على الشاشات واللي هن الوزراء واللي هن اعضاء الحكومه، وحتى ملوا من انجيلا ميركل نفسها رغم انه هي تعتبر واحده اللي حكموا المانيا بفتره يعني بحكم يعني خلينا نقول من افضل المستشارين اللي حكموا المانيا. ما بدنا نحكي على هذا الجانب السياسي، بس بدي ارجع لكلام الاستاذ خليل. صحيح في معاناه كبيره انه لسه كثير من الالمان ما عم يقدروا يتقبلوا اللاجئين، لكن نحن شفنا كمان مظاهرات كبيره بوجه هذا التيار، في شعار حملوه بالشوارع بالولايات الالمانيه وبكثير مدن، بيرزند مير، نحن اكثر. هدول اللي كانوا اكثر بكثير من اللي بيحملوا افكار نازيه. بتصوري في تقصير كبير من قبل الساسه الالمان والاحزاب الالمانيه بهذا الاتجاه، يلي هو انه لازم يفتحوا المجال بشكل اكبر للاجئين. هون الاحزاب الاشتراكيه الى حد كبير، الاس بي دي والخضر واليسار، بيفتحوا هذا المجال للاجئين. الاحزاب المحافظه مثل سي دي او سي اس او والاحزاب اليمينيه ما بتفتح المجال، يعني ممكن قسم كبير قليل او بالمره. هذا جانب. وكمان موضوع انه المجتمع الالماني يتقبل اللاجئ هو الالتزام بالقانون، بقانون هاي البلد قدر المستطاع، واثبات نفسه الواحد انه هو مندمج بهذا المجتمع وقادر يقدم وقادر يكون منتج. انا اليوم باي مكان اذا اي شخص الماني بيوقفني وبده يشتمني على اني لاجئ، بوقف قدامه بقول له انا دافع ضرائب اكثر منك للدوله الالمانيه. انا عملتها مره. انا دافع ضرائب اكثر منك للدوله الالمانيه. وانا بفهم بالسياسه الالمانيه، بسياسه بلدك احسن منك، لاني انا متابع وانت قد ما تكون متابع لسياسه بلدك، قد تكون انت مهتم بالرياضه مثلا يعني. فبالدرجه انه الواحد لما بيكون عامل حمايه ذاتيه لنفسه، خلينا نقول انه قادر، هو تعبان على نفسه ومؤسس ومؤنجز، بيقدر بتصور يوقف بوجه هاي الحملات العنصريه اللي بتكون فيها بعض التيارات السياسيه والمنظمات مثل بيجيدا وغيرها والى ما هنالك. لكن بطبيعه الحال انا بتفق مع الاستاذ خليل بجزئيه انه نحن مهما كان ومهما طال الزمن بنضل نحن غرباء بنظرهم يعني. وبعتقد انه الاكراد ولا العرب ولا الاتراك اللي هن من زمان بهاي البلدان، لسه من ايام الحرب العالميه الاولى والثانيه، خلينا نقول لساتنا بنقول عن حالنا نحن اكراد كرد، والسوري بيقول عن حاله سوري، والعربي بيقول عن حاله عربي، وبالتالي يعني هاي موضوع الانتماءات كل حدا موضوع كبير وبحاجه لوقت كبير نقدر نتداوله. حابة أخذ سؤال أخير من أسئلة المشاهدين. أستاذ جلال، حابة حضرتك تجاوب على هذا السؤال. هذا السؤال هو من الأستاذ محمد قاسم حسين، بيقول: ألا يفترض أن تكون هناك مرحلة تأهيل نفسي للاجئ في المرحلة الأولى من اللجوء لتوعيتهم في الجانب النفسي، من الجانب النفسي يعني؟ تفضل. طبعا انا مشان هيك دائما بعملي مع بحزب الخضر بعترض تماما على سياسه الاندماج. السياسه ما كانت ناجحه ابدا، لانها ركزت على الجانب اللغوي. هذا الجانب تحدث عنه مهم كثير كثير. يعني بتستقبل اللاجئ ما راح بس تعلموا اللغه، يعني تعلموا الحياه وتعودوا عليها، انه هالحياه جميله بهي القوانين، هاي ما هي بتخالف دائما عاداتك وتقاليدك والى اخره، وما هي بتخرب معك موازين الحياه اذا عشت معه. كلامه صحيح، ولكن هذا بده مبادرات من جمعيات وبده انفاق. يعني لابد من، مثل ما قال الاخ ماكسيم، بدك تمويل من الدوله لتفتح مشروع دعم نفسي لهاللاجئين. بدها تكون كمان قوي، عندك لغه، عندك علاقات لتاخذ تمويل. انت بدك تفرغ اطباء نفسيين ومعالجين نفسيين لهالناس هي اللي عاشت الحرب وعاشت الصدمات. غير هيك بدها تغير بمفاهيمها التقليديه. كلامه صح 100% بأيده، ولكن بدها وقت وبدها دعم كبير. أكيد. أستاذ ماكسيم، كلمة أخيرة من حضرتك أو تعقيب أو موضوع حابب توقف عليه؟ ايه، هي نقطة أخيرة بصراحة. نحن عندنا كم كبير من الشابات والشباب، صبايا وشباب بعمر صغير. أنا بنصح أي صبية مقيمة في أي دولة أوروبية وأي شاب مقيم بأي دولة أوروبية أنه يعمل شيء بحياته،
انه حتى لو ما قدر يدرس بجامعه او بمعهد، على الاقل يعمل تدريب مهني ولو لعده اشهر بمجال معين لحتى يكون انسان منتج. من المهم جدا انه الانسان يعرف انه هو لازم يكون انسان منتج، وينسى نقطه انه انا اذا ما اشتغلت ما بموت جوع. هذا التفكير يعني سلبي جدا بصراحه، انه الانسان بيقول انا وصلت على اوروبا والدوله عم تصرف علي وما في داعي اشتغل. يعني ينسى موضوع الاتكال. تماما. هلا انا ما فيني هلا اقول لشخص عمره مثلا يعني 60 سنه ماشي واقول له لازم تفكر هيك وتروح تشتغل. عمره 60 سنه يعني لسه ما بيلحق يعمل تدريب، بيكون يعني وهو كبير بالعمر ما له قدران انه مثلا يكون عنده اولاد وعائله. فما هذا الشخص ما بينلام اذا بس مع هيك بامكانه يعمل ممكن شغلات بتناسب سنه بتناسب عمره، ولو مره بالاسبوع مرتين بالاسبوع على الاقل يثبت هذول الناس انه هو قادر على انه يعمل شيء. لكن من المخجل جدا ومن المحزن بالدرجه الاولى انه شاب او صبيه عمره 20 سنه 25 سنه لا عم بيشتغل، لا عم بيتعلم لغه، لا عم بيحاول ينتج، لا عم بيحاول ياسس نفسه بهاي البلد. وبالتالي هي نصيحه خويه للجميع انهم يحاولوا يتعبوا على حالهم وينجزوا شيء. واي صبيه او شاب عنده اهتمام بالجوانب السياسيه بهذا البلد بنصحه بالتقرب من الاحزاب الالمانيه للحزب اللي هو بيشوف هو حاله قريب منه. واذا ما حابب ينخرط بمجال الممارسه السياسيه عبر الاحزاب، بامكانه يمارس السياسه عبر منظمات المجتمع المدني، عبر الاطلاع والتواصل مع المؤسسات مؤسسات التوعيه السياسيه والتثقيف السياسي في المانيا وفي الدول الاوروبيه. والتوفيق للجميع، وشكرا لكم وشكرا للضيوف الكم الكبير من الناس اللي سمعونا وشاهدونا. شكرا انه لهي الدردشه الجميله، وشكرا لتعليقاتكم الحلوه ولاسئلتكم. وبنتمنى انه بالمستقبل كمان نقدر نحاول نعطي بعض المعلومات اللي ممكن تفيدكم، وبنفس الوقت نستقبل اراء جميله وحلوه منكم ونستفيد نحن كمان. شكرا. بكل سرور استاذ مكسيم. هو موضوع حقيقه شائك ومعقد، ويعني بحلقه واحده ما بنقدر يعني صراحه نوقف على جميع النقاط والامور اللي لازم نوقف عليها. بشكرك كثير. بننتقل للاستاذ جلال. استاذ جلال، كلمه اخيره من حضرتك. والله مكسيم اخذ كل شيء بدي احكيه يعني ما ترك شيء يعني. افكارنا قريبه جدا يعني. طبعا انا بحييك بحيي مكسيم وبيف تي في وكل المشاركين والمتابعين. بما انه عم بحكي بالقسم القانوني، بتمنى الناس تقرا. انا بكتب بجريده ابواب تنتشر فيها 40,000 نسخه تقريبا بكابن المانيا. يقروا المواضيع القانونية، كثير مهم التثقيف القانوني. لا يخطوا اي خطوه دون الرجوع الى منظمات. في عندك دياكوني، كاريتاس، افو، كثير منظمات ألمانية بتقدم المشورة القانونية، ولا تصرف من نفسه بيخسر كثير. موضوع الأطفال كثير مهم. ما بتحبوا بعض لا تعيشوا مع بعض، مو مهم. الأطفال لا تستعملوه سلاح ضد بعض، لا تفقدوا أولادكم. أولاد بالرابعة عشر والخامسة عشر حاليا مدمني حشيش ومخدرات للأسف ببرلين نتيجة خلافات الزوجية. حافظوا على الأولاد أهم شيء. وكمان اللغة والاندماج. ما بنقول اندماج كوبي طبق الأصل عن الألمان، ما بنقول اندماج، ولكن تقبل القوانين، احترام القوانين، الإبداع والإنتاج والمشاركة بالحياة السياسية كثير مهمة. تحياتي للجميع. شكرا لكم. جزيل الشكر لك استاذ جلال، وبتمنى انه نستضيفك في حلقات قادمه لنقدر نوقف على اعمال حضرتك، مؤلفات حضرتك القانونيه، وعلى مجال تخصصك القانوني ايضا بشكل شامل ومفصل اكثر. ان شاء الله بنتشرف. وشكرا كثير للجميع. شكرا كثير. اعزائي المتابعين، نصل الى نهايه حلقتنا لهذه الليله. دمتم بألف خير. الى اللقاء.